السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم حبايبي المتابعين، أهلا وسهلا بكل المتابعين الجدد. أهلا وسهلا بكل حدا بيشوف الفيديوهات تبعتي لأول مرة. بتمنى ما تنسوا الاشتراك بالقناة، تعملوا لايك للفيديوهات والشير كمان لحتى توصل. اليوم إن شاء الله رح نعمل بهذا الفيديو طريقتين لعمل فخد الحبش، والطريقتين أطيب من بعض بصراحة. الطريقة الأولى اللي رح نعملها هسه مع بعض، اللي هي رح تكون بالأكياس الحراري أو كيس الشوي. رح نعملها على الغاز للناس اللي مش موجود عندها فرن، لأن الطريقة الثانية رح تكون بالفرن. تمام. التتبيل اللي رح نستخدمها مثل ما انتم شايفين عندي، اللي هو توابل دجاج بالباربيكيو كتير طيب، وعندي كمان اللي هو 7 بهارات: فلفل أسود وكمون، ملح، هيل مطحون، لبن، دبس الرمان، زيت زيتون وشوية خل. طبعا حطينا اللي هو لبن وخل ليعطي طراوة للحمة فخد الحبش ويخليها تستوي أسرع. تمام. مثل ما انتم شايفين رح نحط مقدار من التوابل بصحن، ورح نجهز التتبيلة. بعد هيك احنا زي ما شفتوا باول فيديو نقعنا اللي هو او غسلنا فخدة الحبش وحطينا عليها خل وليمون وملح وتركناها لحتى نطير الزفارة منها. تمام. هلا هيك مثل ما انتم شايفين قاعدين بنجهز بالخلطة تاعت التتبيلة. كتير كتير طيبة يا جماعة. لو حابين انكم تستغنوا عن اللبن عادي ممكن تستغنوا، بس بصراحة انا هيك حسيت انه اعطى طعمة الها طيبة بصراحة. كمان التتبيلة هاي بتختلف عن التتبيلة التانية اللي راح اعملها معكم. لو عندكم بودرة ثوم، بودرة بصل كمان بدكم تحطوهم ما في مانع، عادي ممكن انكم تحطوهم. انا ما كانت متوفرة عندي لهيك ما حطيتها. المهم نخلطهم مع بعض وبنتركهم على جنب لحديت ما نغسل الفخذ عن الليمون والخل والملح ونيجي نتبله. تمام. بعد ما جهزنا التتبيلة هيك جبنا الفخذ، غسلناه كتير منيح، نظفناه. طبعا رح نيجي بالسكين هيك نعطيه، نعمل فيه فتحات. رح نبلش هيك ننتقم منه شوي. المهم رح نعطيه شوية ضربات لحتى نعمل فتحات ونفوت فيها التتبيلة. عاد للناس اللي مثلا ما معها وقت انه هي تترك الفخذ منقع بالتتبيلة، يعني على طول رح تبلش تتبل وعلى طول على الشوي او على الطبخ. تمام. لانه لما تفوتوا التتبيله بالفتحات يلي عملناها بتحسوا ان اللحمه كلها متغلغله التتبيله فيها، وكتير بتعطيها نكهه كتير طيبه. مثل ما انتم شايفين انا بفوت باصبعي بالفتحات اللي موجوده، بنفوت تحت الجلد، بنفوت جوا بالفتحات كلياتها يلي عملناها. تمام. إذا وصلت بالفيديو معنا لهون رجاء صلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اجينا بكيس حراري حطينا بطاطا وبصل مثل ما شفتوا. بعدين هاي الطنجرة فاضية ما فيها مي ولا فيها أي إشي. للناس اللي سألت أيام عملت الدجاج الحراري هل بتحطي مي بالطنجرة أو لا، احنا ما بنحط مي نهائي، بنحطه بنخليه ساعة ونص أو ساعتين على حسب عجم الفخذ. بعد هيك وبنضل نقلب فيه كل شوي لحتى ما ينحرق. بعد هيك بتحطوه للتقديم سواء على رز أو بدون رز. انا مثل ما انتم شايفين بهذا اليوم قدمته زي هيك، حطيته بصحن. البطاطا والبصل يلي كانوا بالكيس الحراري حطيتهم بصحن تاني، سلطة ملفوف ولبن وحمص وخبز. وللأمانة أكلة كتير كتير طيبة. رح نيجي هسا للطريقة التانية للفخد اللي هي رح تكون بالفرن. هاي الصورة، هذا قبل التحمير. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. مثل ما نحن شايفين مع بعض هون الفخد، انا خليت الراجل المره هاي يفتح لي اياه للمندي. لما تيجوا تشتروا احكوا للراجل انا فتح لي اياه للمندي. تمام. غسلناه برضو نفس الطريقه بملح وخل وليمون، نقعناه في يوم، رح نتركه على جنب لحتى نحضر التتبيله يلي بدنا نعملها. عندي بصل وعندي توم. تمام. هاي الطريقة أنا راح أستخدم فيها بس البصل والثوم. مثل ما أنتم شايفين هيك أنا بخلي الراجل يفتح لي إياه. تمام. بدل ما نقعد هيك نخبط فيه بالسكين، لا، لقيت إنه هاي الطريقة كتير أحسن. فرمنا البصل مثل ما أنتم شايفين، وراح نفرم الثوم أو نعطيها اللي هو ضربة هيك بس لحتى تعطينا النكهة الصح. المهم نيجي بصحن على جنب راح نحضر اللي هي التتبيلة. التتبيلة راح استخدمها، عندي معلقتين توابل دجاج، عندي كمان راح نضيف اللي هو توابل دجاج تركي. بحب اضيف هاي النكهة او هذا البهار لانه فيه شوية شطة هيك بيعطي حدة للاكل كتير طيبة.
او ممكن انكم تستغنوا عنه، تضيفوا معلقة شطة او نص معلقة شطة على حسب ما بتحبوا الاكل حراق. بنحط اللي هي السبع بهارات، بنحط كمان فلفل اسود وكمون وهيل مطحون، وراح نحط شوية ملح وزيت زيتون. بس هاي هي التتبيلة يلي راح انا استخدمها بهاي الطريقة. تمام. بس ما راح تكون بكيس حراري مثل ما حكينا، هاي بالفرن راح نعملها بصينية او بايركس، شو ما موجود عندكم تفوتوه بالفرن. انا راح افوتها بصينية الومنيوم. تمام. مثل ما انتم شايفين حطينا هيك التوابل، راح نخلطهم مع بعض وننزل عليهم زيت الزيتون، نبلش انه احنا نكون جهزنا التتبيلة يلي بدنا اياها. لو وصلت بالفيديو لهون رجاء صلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. غسلنا الفخذ عن الليمون والخل، رح نبلش انه احنا ندهن فيه بالتتبيلة. رح نفوت التتبيلة بكل الفتحات يلي موجودة، مثل ما حكينا باول الفيديو. اذا احنا إيه بدنا نتركه لفترة عادي، يعني انه مش ضروري نفوت التتبيلة بالكل، لانه رح يتشبع بالساعتين من كل التتبيلة. بس انا لانه على طول ببلش شغل فيه وعلى طول ببلش طبخ، فبحب انه انا بكل الفتحات اللي موجودة افوت التتبيلة، لانه بخلال الطبخ الساعتين يكون كل اللحمة عشقت من التتبيلة واعطت نكهة كتير كتير طيبة. تمام. مثل ما انتم شايفين انا بفوت بكل الفتحات اللي موجودة فيه. كمان تحت الجلد وعلى الجلد من برا. بعد هيك للأمانة طعمه كتير كتير طيب، يعني مش شرط انكم تتركوه بصراحة فترة. بعد هيك بصينية بنيجي بنحط اللي هو التوم والبصل بنوزعهم، وبنيجي بنجيب ورق الغار، وبنجيب اللي هو عيدان قرفة وبنحطهم كمان. لو حابين تحطوا هيل حبات هيل قرنفل اي شي عادي ما في مشكلة. بعد هيك بنيجي بنجيب الفخذ مثل ما انتم شايفين وبنحطه فوقيهم. هيك صارت عنا جاهزة. بعد هيك بنغطيها بورق زبدة، وبنغطيها كمان بسلفان وبندخلها بالفرن. طبعا خسارة التتبيلة اللي ضلت بالصينية لازم نستغل كل شي. المهم بدي اياكم تدعوا لي دعوة حلوة، بدي بجد تشيروا لي الفيديوهات تبعتي، علوا لي القناة مثل ما كانت عن جد، يعني بدي اياها تعلى، بدي اياها بحبكم محبتكم لإلي ترجع مثل ما كانت يعني. تمام. المهم هلا بعد ما غطيناها بورق الزبدة، بنغطيها كمان بورق سلفان وبندخلها للفرن لمدة ساعتين او ساعة ونص على حسب حجم الفخذ عندكم. بعد هيك بعد ما يستوي رح نعطيه نكهة اللي هو المندي. تمام. رح نجيب صحن صغير نحط فيه شوية زيت وفحمة نولعها، ورح نسكر عليه تاني بعد طبعا ما نحمرق. هيك صار له تقريبا ساعة ونص او ساعتين. للأمانة دايب دوب. بعد هيك بتقدروا تحطوه على رز تاكلوه مثل ما عملنا المرة الماضية، جنب مقبلات شيء حسب ما بدكم تاكلوه. بتمنى هيك ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. لا تنسوا لايك شير سبسكرايب للقناة. شيروا لي إياه عن جد يا جماعة، شيروا القناة. دعموني دعموني انه هي ترجع توقف على رجليها من اول وجديد. ربنا يعطينا ويعطيكم كل شي بنتمناه يا رب. واي حدا هيك بتمنى شغلة تصير ان شاء الله يا رب تصيروا انا اولكم يا رب. ربنا يعطيني تيرضيني يا رب انا وانتم وكل حدا بتمناه للخير ان شاء الله ربنا بيعطيك ما تتمنى الي والك. لهون وصلت لنهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك، بحبكم كتير. سلام.